قولا واحدا، الرجاله ما بيتجوزوش الستات او البنات اللي بيتغيروا عشانهم، بيتسلوا بيهم بس. هنا بقى يجي العوض، خلاص الموضوع انتهى. إيه بحبك وانا كمان بحبك، الحكايه الروايه مش عارفه ايه البتاع، انا عايزه اكلم مامتك وباباكي تاخديه ميعاد، قلت له فورا حاضر وخلاص الموضوع انتهى. كلمت مامتك وباباك؟ لا لسه هكلمهم. كلمت مامتك وباباك؟ لا لسه هكلمهم. كلمت مامتك وباباك؟ اختفى. بعد شويه وقت ظهر قال بصراحه انا كلمت مامتي وبابايا في الموضوع، بعدين لقيت بابا بيسالني سؤال غريب كده، فانا توجست خيفه كده وقلت له ايه يا بابا بتقول ايه؟ قال لي انت يا ابني ريدي؟ انت جاهز يعني؟ فقلت له يا بابا الحقيقه انا مش جاهز. واكتشفت ساعتها لما بابا سالني ان انا مش جاهز. فقلت له يعني انت عايز ايه؟ قال لي احنا عايزين نكمل كده من غير جواز وخطوبه، يعني انا بحبك واحنا متشكرين وكويسين وبتاع. سبته. غير بقى اللي بيجي بقى ويروح ويختفي، غير بقى اللي بيجي يمسي عليا. فهل بقى في امل ان في نهايه الطريق المظلم الاسود ده الاقي راجل محترم يحبني ويعوزني ويبقى مش عايز يغير في كينونتي، ولا مفيش امل؟ لانه يعني احتمال بنسبه ضئيله تبقى امل لسه في اخر انفاسها في العنايه المركزه. انا هقول لك اولا انا بحييكي جدا 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 جدا. ليه؟ لانه اي ست اي بنت بتتغير عشان الراجل ما بيتجوزهاش. قولا واحدا، الرجاله ما بيتجوزوش الستات او البنات اللي بيتغيروا عشانهم، بيتسلوا بيهم بس، بيستندلوا معاهم بس في نهايه الحكايه، لكن ما بيتجوزوهمش. نصيحتي ليكي وعايزه اقول لك انت برافو عليكي ان انت ما اتغيرتيلوش، عشان كل اللي دخل التريب دي، كل اللي طلعت الرحله دي وقالت انها اتغيرت له رجعت عطشانه كده. اوعي بقى انت اشربي ميه كتير. برافو ان انت ما اتغيرتيش عشان خاطر حد، واللي يستاهل ان انت تتغيري له فعلا في الدنيا، اكتر حد في الدنيا يستاهل ان انت تتغيري له هو انت. ولو هنتكلم على النوع الاخر ان انت تتغيري له فهو ابوكي. وبعد ابوكي جوزك لو بيعاملك بما يرضي الله. هعمل ايه في حياتي؟ هتعملي زي اقعدي حاطه رجل على رجل زي ما انا حاطه كده، ربنا رزق رزق ما رزقش نبوس ايدينا وش وظهر. ما بستناهوش ما بدورش عليه. هاتي عصافير، ربي حيوانات، اشغلي حياتك.